السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا اوردر جديد وديزاين جديد. العميله كلمتني وقالت لي انا عايزاكي تعملي لي تورتايه على شكل لعيب كوره عشان خطيبها لعيب كوره وكده. فكمان اختارت معايا وقالت لي انا عايزاكي تعملي لي كارت احمر وكارت اصفر، وكمان تحطي لي صفاره على التورته وشبكة لعيبة. قلت لها تمام ماشي. فانا اشتغلت بقى على الموضوع دوت وابتديت ان انا اعمل الكيك زي ما انتوا شايفينه. معايا كيك مقاس 16، والكيكة كانت متلجة، يعني بدخلها الفريزر عندي سواء الفريزر او التلاجة، المهم تخش معايا التبريد. وبعد كده اعمل لها الشرب اتش بتاعي، بحط كمية كريمة كده محترمة وبديها شرب اتش وعشان اظبط الشرب اتش بتاعي واخليه بيلمع كده والسطح بتاعه املس، بنزل السكلافر عندي في مية سخنة بتغلي. وكمان جبت من فوق بقى كده دريب. انا عندي هنا نوتيلا، تقدري تعملي الخطوة دي بجنيه الشوكليت، يعني تحطي شوكولاتة على مية او شوكولاتة على لبن او شوكولاتة بزيت، على حسب ما انت بقى حابة تعمليه واللي بترتاحيله. انا بصراحة بحب النوتيلا جدا، ان انا بحط لها معلقة زيت وبتبقى معايا بالقوام دوت. وزي ما انتوا شايفين كده مثلا نقطت مني حاجة زيادة وابتديت ان انا اشيلها عادي، بس ايديا تكون خفيفة وفي نفس الوقت انا هشتغل على الجناب، يعني انا هحط شغل عندي. بظبط بقى هنا الحاجات الزيادة ديت. وبعد كده حطيت بقية الكمية من فوق عندي. زي ما انتوا شايفين كده انا جايبة الاسباتيولا وببتدي ان انا اعمل بيها لجوه، عشان خلاص انا مش عايزة حاجة تطلع لبره تاني، انا الشكل ده مظبوط بالنسبة لي. وبعد كده سويتها من فوق وخلاص كده. ابتدي بقى احط عندي المجسمات. جبت عندي هنا الشبكة دي، انا طابعة الصور دي كلها في مطبعة. الشبكة دي انا عاملاها مقاس 15 في 10، والكارت ده عاملاه مقاس 10 في 10، بس هو طلع كبير معايا. يعني اللعيبة طلعوا اصغر من الكارت، كان المفروض الكارت يكون متناسق مع حجم اللعيبة. بس تمام، شغلتهم وحطيت الكارت كده على الاطراف عشان ما تضيش معايا الشبكة. وهنا كنت هحط رقم 26 في النص، لقيتها هتداري على اللعيبة. وبعد كده جبت اللي هي الكورة اللي هي الورق، مش مجسمة، انا مش عاملاها مجسمة. وبعد كده جبت القمع بتاع النجيلة دوت. هو الموضوع عايز تدريب، انا برضو عشان ما بشتغلش بقمع النجيلة باستمرار، فزي ما انتوا شايفين بتظبط معايا كل فين وفين. ده كمان انا مدربة ايديا على حاجة بره، يعني انا مدربة ايديا على بورد بره عشان ابتدي ان انا اظبط الموضوع ده. الموضوع يا جماعة بيجي بالممارسة، انا عشان ما بشتغلش كمان بيه كتير، فيعني تحسي ان هو ايه، مش الشكل اللي في خيالك يعني. فالفكرة ان انت اي حاجة بتيجي بالممارسة. جبت بقى هنا الصفارة حطيتها كده في النص، وحطيت عندي كاس كده من فوق، وحبيت ان انا احط الكوتش بالكورة كده. وهنا ده سبرينكل، قصدي كريسب شوكليت. وبس كده خليت التورتيه كلها، يعني اللي يشوفها برضو ان هي مليانة وفيها شغل، وفي نفس الوقت هادية وبسيطة جدا. يا بنات الورق اللي انا بطبع عليه في المطبعة اسمه ورق كوشيه، وبيبقى فيه منه جرامات. الجرامات بقى اللي انت حابة تشتغلي عليها معاكي 250 و300 وانت طالعة. ده كده كان شكل التورته بتاعتي بعد ما خلصت. يا رب يكون التورته عجبتكم، ولو عجبتكم كالعادة ما تنسوش تحطولي لايك، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.